النهاردة الحلقة الأولى من المنظور، فيلا بينا نشوف هنعمل ايه النهاردة. ازيكم عاملين ايه؟ النهارده هنتعلم المنظور البدائي. يعني ايه منظور بدائي؟ يعني اشوف الحاجه امتى اعرف ان انا ارسم الدايره بتاعتها. يعني هندي مثال مثلا على الازازه، انا مثلا الشكل ده انا شايفه من مستوى النظر ان هو بالشكل ده، فانا لما هاجي هرسمه عباره عن خط كده بس. تمام. طيب لما انزله لتحت كده، ايه اللي هيحصل؟ انا هشوف الدايره من هنا، فاذا ايه اللي هيحصل؟ هاجي ايه؟ هرسم شكل الايه الدايره على حسب، طول ما الدايره مثلا اكبر فهشوفها عندها اكبر، اكبر، اضيق، وهكذا. طيب اما ارفعها بقى لفوق كده، انت اذا ايه اللي حصل؟ انت مش شايف اي حاجه، انت مش شايف خط، انت شايف انه كانه خط مايل، فاذا انا هرسمها كانها 8 كده بالشكل ده. طيب هتقولوا لي انا ليه بشرح كل الحاجات دي؟ لسببين. هعيده تاني. اول سبب ان علشان لما اجي ارسم بيضه، ارسم ازازه، ارسم اي شكل، ابقى عارفه امتى ارسم شكل دايره، امتى ارسمها خط، امتى ارسمها على شكل 8. حلو. دي حاجه. تاني حاجه، عشان النهارده هناخد المنظور البدائي. يلا بينا نشوف الحلقة التانية اللي هتعرف أكتر عن المنظور وهيخليك تشوف الحاجات بمنظور مختلف بعد كده.